وصلت غادة القصر العيني وبدأت يومها الجديد، وكانت مبسوطة جدا لأن نظام المستشفى في القصر العيني مختلف عن المستشفى اللي في السويس. كانت مستشفى أكبر وعدد المرضى أكتر، وكمان اللي كان بيشرف عليها دكاترة كبار. وحست بالحماس من أول ما لبست البلطو الأبيض وبدأت الشغل. وعدى الوقت بسرعة ورجعت البيت عشان تتغدى مع فوزية وجيهان وتروح المستشفى التانية. جيهان قالت لها انتي هتروحي كده ازاي؟ مش هتغيري هدومك؟ لا مفيش وقت، وبعدين اغيرها ليه؟ ما هي كويسه اهي، والهدوم اللي جبناها انا وانتي مش لازم يعني من اول يوم. لا ده هو اول يوم. ازاي يعني؟ لازم تثبتي نفسك بطلتك عليهم من اول يوم. خشي البسي الطقم الموف كله على بعضه، شكله تحفه عليكي. يا تافهه، اثبت نفسي باللبس ولا بالشغل؟ انتي ما تفهميش الجو اللي الناس دي عايشه فيه. لازم تلبسي شيك وماركات والا هيقولوا عليكي فلاحه. بس يا بنتي عبيطه، انتي عبيطه، بس مش هتخرجي من هنا الا لما تلبسي اللي قلتلك عليه. وده امر ولا ايه يا ست جيجي؟ امر علم وينفذ. فعلا غيرت غادة هدومها ولبست اللي جيهان قالت لها عليه، ولما بصت لنفسها اعجبت بتناسق اللبس مع جسمها الرشيق وكأنه اتفصل عشانها مخصوص. كانت بتبص على تناسق الالوان وبتبص على شكل الحجاب على اللبس، كانت بتبص على كل حاجة الا وشها وكأنها مش عايزة تفسد جمال المنظر. بصت في ساعتها ولقت نفسها انها اتأخرت قوي وجريت على المستشفى. وصلت في ميعادها وسألت على الدكتور علي. الدكتور علي مش موجود. حضرتك اسمك ايه؟ اسمي الدكتورة غادة فتحي. اهلا يا دكتورة، اتفضلي حضرتك على مكتب شؤون العاملين. ليه؟ عشان تخلصي باقي ورق استلام شغل حضرتك هنا. هم عندهم علم بمجيء حضرتك النهاردة. شكرا. وراحت غادة للشؤون وخلصت كل اللي طلبوه منها. خرجت وكأنها تايهة في المبنى العملاق ده. خبطت في بنت لدرجة ان الورق والملفات وقعوا من ايديها. غادة بإحراج انا اسفة قوي، ما شفتكيش. خير ما حصلش حاجة. سألتها غادة حضرتك دكتورة هنا؟ انا دكتورة تحاليل. وانتي جاية لحد؟ لا انا اتعينت هنا النهاردة اول يوم ولسه مش عارفة راسي من رجلي. ما شاء الله بجد. قسم ايه بقى؟ قسم عظام مع دكتور علي. حظك حلو، الدكتور علي محترم وطيب وكلنا بنحبه. وانتي اسمك ايه؟ اسمي لمياء. وانتي اسمك ايه؟ انا غادة. اتشرفت بمعرفتك يا دكتورة لمياء. انا اللي اتشرفت، وان شاء الله نتعرف اكتر في وقت الراحة. وسابتها لمياء ومشيت. الكل كان بيشتغل في حاله ومش مهتم بالتاني وكأنهم في خلية نحل. بدأت غادة تستلم شغلها، وكان في البداية متابعة حالات وكتابة تقارير عنها. وكان نظام غادة انها بتشتغل 4 ايام في الاسبوع بس، من الحد للاربع، في مستشفى القصر العيني وفي المستشفى التانية. تعرفت اكتر على لمياء وتعرفت على اصدقاء تانيين، وان كان لمياء كانت اقرب صديقة ليها. واثبتت غادة نفسها وكفاءتها في الشغل. شغلها كان بسيط لكنه كان عايز دقة ونظام. تعودت غادة على الشغل في المستشفى وما بقتش منبهرة بالجو اللي حواليها. عدى الوقت واخيرا جه فرح جيهان وحاتم. صحيت جيهان وغادة بدري وفطروا مع بعض، وكانت غادة حزينة شوية لان جيهان هتسيبها، لكن الاحساس الاكبر انها كانت فرحانة انها هتتجوز حلم عمرها. يا جيجي هنعمل ايه بعد الفطار؟ عايزه اقعد شويه مع نفسي عشان حاسه اني متوتره قوي. لا توتر ايه؟ ما ينفعش توتر في اليوم ده. مش عارفه بقى يا دودو، قلبي بيدق جامد. اذكري الله وانتي قلبك يطمن. لا اله الا الله محمد رسول الله. هنروح الكوافير امتى؟ محمود هيعدي علينا هو وساره الظهر ونروح احنا التلاتة. لسه مش عايزه توريني فستانك شكله ايه؟ جيهان بارتباك. هتشوفيه طبعا. امال نسيت اسالك هنروح عند مين؟ هوديكي اجدعها كوافير فيكي يا مصر. يخرب بيت عقلك يا بنتي، انتي هتتجوزي رجل اعمال كبير ومحترم ولحد دلوقتي بتتكلمي زي المعلمين. ليه كده؟ معلمين ايه يا اختي؟ اجدعها كوافير فيكي يا مصر. انا غلطانه. طب مش هاخدك معايا؟ ما تقدريش. يلا اهو اكسب فيكي ثواب وتمسكي ديل الفستان. ناقص تقوليلي امسكي الشمعة كمان. شمعة يا بيئة؟ انا برضو اللي بيئة؟ لا انا سيبك بس من الكلام ده، وعايزين نتفق دلوقتي قبل ما نتخانق قدام الناس. ماشي يا دودو؟ خناق ايه بس؟ ربنا ما يجيب خناق. اللي اقول عليه في الكوافير هو اللي يمشي. غادة وهي فهمت قصدها ما تقطعيش، قول ان شاء الله.
ان شاء الله. وجه محمود وسارة واخدهم ووداهم لاشهر كوافير في مصر. سابتهم جيهان وراحت القسم الخاص بيها بعد ما وصت البنت على غادة، وعدت غادة من تحت ايادي كتير، ماسكات وصنفرة للبشرة ومراحل كتير انتهت بالمكياج ولف الطرحة. في النهاية وقفت وبصت لنفسها في المراية، شكلها اختلف كتير عن الأول، حست إنها بقت جميلة. كانت مبهورة بشكلها وبتضرب بكل أفكارها عن الدمامة عرض الحائط. سارة قالت لها ما شاء الله عليكي يا غادة، ايه الجمال ده كله؟ كنتي مخبياه عننا فين؟ صدقيني انا نفسي مش عارفة. جات لهم بنت من اللي شغالة في المكان، الأنسة جيهان خلصت، لو عايزين تروحوا لها. طبعا انا هموت واشوف الفستان اللي مستخبي عننا ده. ومين سماك يا غادة، وانا كمان نفسي اشوفه. ودخلوا هما الاتنين على جيهان وشهقوا وقالوا في نفس واحد ايه ده؟ نرمين بصوت عالي مش رايحة، يعني مش رايحة ليه بس يا حبيبتي؟ مش عارف ليه يا استاذ هاني؟ ما انا جبتلك فستان وشنطة وجزمة جداد، ما قصرتش في حاجة تاني. انت بنفسك قايلي الفرح في انهي فندق؟ طيب وماله ده؟ انت بتستعبط؟ مش ده الفندق اللي استخسرته فيا تعمل لي فيه فرحي وضحكت عليا في فندق 3 نجوم بس، وانا من هبلي وافقت. ما انت عارفة ظروفي ما كانتش تسمح باكتر من الفندق ده ساعتها. كل شوية تقولي الاسطوانة دي. هاني بحيرة طيب اعمل ايه دلوقتي؟ ارجع الوقت ازاي عشان ارضيكي؟ بصيت له وهي بتفكر وقالت اعمل لي عيد ميلادي الجاي في نفس الفندق. عيد ميلادك؟ قدامه اسبوعين، بس دلوقتي تبقى ضربة كبيرة ليا، انا بلصم في نفسي من بعد العربية والطقم اللي جبتهم لك اخر مرة. انت بتمن عليا عشان حتة عربية هعيش عليها العمر كله؟ وتاخدها حجة بقى، وكل ما اقولك هات حاجة تقولي اصل العربية واصل الطقم. طيب استهدي بالله وتعالي نروح الفرح، ولما نرجع ربنا يحلها. مش رايحة يعني مش رايحة، مش هتحرك من مكاني الا لما اعرف هتعملي حفلة عيد ميلادي هناك ولا لا. وقف هاني محتار، مش عارف يعمل ايه، ومش هيقدر يلبي طلبها الا لو اخد من المال الخاص بالشركة، وده من رابع المستحيلات. ففكر في كلام محمود صاحبه وقرر يتشجع شوية ويرفض طلبها. بص يا نرمين، انا معيش فلوس دلوقتي، ان شاء الله السنة الجاية اعمل لك عيد ميلادك في فندق احسن من ده. مامي كان عندها حق من اول يوم وهي بتقولي هاني مش هيسعدك، مش هو ده اللي هيحقق لك كل طلباتك ولا هيعيشك في المستوى اللي كنت عايشة فيه. هاني بصدمة كده يا نرمين، دي اخرتها؟ بلا اخرتها بلا اولتها. بص يا هاني، اخر كلام عندي، يا تعملي اللي انا عايزاه. وبصيت له بقوة اكتر وقالت يا كل واحد فينا يروح لحاله. بصت سارة وغادة لجيهان اللي كانت لابسة فستان فرح عريان وشعرها عليه تاج وطرحة ومفيش حجاب. غادة بغضب ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ جيهان وهي بتودي وشها الناحية التانية مش حلو؟ انتي فاهمة قصدي يا ست جيهان. اعمل ايه؟ ده كان ذوق حاتم، ما قدرتش اغير له رأيه. سارة قالت تقومي تغضبي ربنا في اهم ليلة في حياتك عشان ترضي حاتم؟ هو قال لي ان رضاه من رضا ربنا، ده في المعروف يا جيهان مش في المنكر. خلاص يا جماعة ابوس ايديكم ما تنكدوا عليا في الليلة دي. سكتت غادة وهي غضبانة وما ردتش عليها، وقالت سارة اخوكي هيزعل منك قوي. عارفة بس انا ما قلعتوش خالص، دي ليلة يا جماعة ربنا يستر. ورن تليفون سارة وكان اللي بيتصل محمود اللي قال لها انهم وصلوا. اخوكي وصل وطالع هو وحاتم عشان ياخدك، استلقي وعدك يا فالحة. ما ردتش جيهان وبصت في المراية مرة تانية. هي ما كانتش راضية عن شكلها ده، لكن كلام حاتم المعسول وعن شكل الفستان وجماله عليها ألغى كل قيمها ومبادئها. ودخل حاتم وصفر بإعجاب من جمال جيهان. ايه الجمال ده يا حبيبتي، أحلى من القمر 100 مرة. ميرسي. محمود بعصبية انت بتقول لها ايه اللي انت مهبباه في نفسك ده؟ ايه بس يا محمود، ما تزعقش العروسة دي ليلة فرحها، وانت موافق على المهزلة دي؟ ده ذوقي يا ابني، مش شايف شكلها برنسيسة ازاي؟ محمود وهو حاسس ان الارض بتلف بيه. حاتم انا اديتك اختي وانا واثق فيك وفي اخلاقك، تقوم من اول يوم تقلعها الحجاب؟ يا اخي عشان ربنا يبارك لكم في حياتكم الجايه، انت فاكر انها هتقلعه على طول؟ دي ليله دي بس. يا سلام على الحجج، وهي الكام ساعه دول ربنا مش هيحاسبكم عليهم؟ بقولك ايه، ما تعكننش علينا، لسه قدامنا ليله طويله، ما تنكدش على البنيه. وبص لجيهان وقال يلا يا عروسه
حطت ايديها في ايده وخرجت معاه من الكوافير وهي بتبعد نظرها عن نظرات محمود. اما محمود وسارة وغادة فخرجوا من الكوافير ساكتين وغضبانين. مسك محمود تليفونه واتصل على هاني لكنه مردش عليه. بتتصل على مين يا محمود؟ هاني بس ما بيردش. سارة بقلق، ايه ما بيردش ليه؟ انت اخر مرة كلمته امتى؟ عادي، تلاقيه سبقنا على القاعة ومش سامعنا، ما تقلقيش كده تاني عشان النونو. حاضر. ووصلوا القاعة واتعملت كل طقوس الفرح المعتادة وسط غضب محمود وسارة وغادة من اللي عملته جيهان. أما في ناحية تانية فما ظهرش هاني، واندمج حاتم وجيهان بالرقص وسط الشباب من النوعين. لكن محمود كان بيشغل باله الاتصال بهاني وما كانش بيرد عليه، ونرمين تليفونها مقفول. فقرر محمود يسيب الفرح ويروح له بيته. شاور لغادة اللي كانت قاعدة جنب سارة وفوزية وقامت وراحت له. أنا هروح أشوف هاني في بيته، مش مطمن عليه خالص. هتسيب الفرح؟ مضطر عشان لكن قطعه رن تليفونه. بص للتليفون وقال ده هاني، ورد بسرعة. انت فين يا ابني؟ انا بتصل بيك من بدري. انا مش جاي. مال صوتك فيه ايه ومش جاي ليه؟ انا طلقت نرمين. كان محمود عايز يقوله يلا في داهية لكنه قال طيب اهدى انا هجيلك دلوقتي. انت في شقتك؟ ايوه تعالى يا محمود، مش قادر اقعد لوحدي، مسافة السكة، سلام. وقفل التليفون. وغادة قالت له في ايه؟ صاحبك ماله؟ طلق نرمين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كده احسن على فكرة، بس هو شكله منهار، انا هروح له. طيب اقول لسارة ايه؟ مش عارف اقول لها ايه، انا مش عايزة اقلقها على اخوها وهي في السادس. انا هقول لها ان عربية هاني مش شغالة وانت هتروح تجيبه. طيب تمام، انا مش هتأخر، سلام. وراح محمود لهاني لقاه قاعد لوحده في الضلمة. بعد ما عيط في حضن صاحبه كتير هدي وبدأ يحكي له اللي حصل واللي ادى للنتيجة المأساوية دي. محمود بهدوء قدر الله وما شاء فعل. اعرف يا هاني ان قضاء ربنا كله خير، فضلت على ذمتك خير، طلقتها برضو خير، بس في الاخر اللي انت عامله في نفسك ده غلط. يعني عايزني اعمل ايه؟ ما خلاص اللي كنت بعمل كل حاجة عشانها راحت وسابتني. فوق بقى يا هاني، فوق من حبها اللي مسيطر عليك. ده مش حب، ده مرض. لو كانت هي باقية عليك ما كانتش خيارتك بين حياتها معاك وبين حتة حفلة ما تسواش. هاني بصله وسكت. ومحمود اتنهد وقال طيب احكي لي حصل ايه بالتفاصيل. بعد ما رفضت اعمل لها الحفلة صرخت فيا وقالت لي طلقني وجريت على بيت اهلها. رحت لها بعد كده لقيت ابوها وامها في صفها، وابوها مصر اني اطلقها فورا، وانها كانت غلطة من الاول انهم سمعوا كلامها وجوزوها لي. يغوروا في داهية، وانت لازم تنسى بقى وتعرف ان ربنا انقذك منهم. الواحد لما مراته بتغلط يروح لاهلها عشان يعقلوها، لكن يطلعوا اجن منها يبقى بناقص العيلة كلها، وانت ربنا نجاك منهم. مش عارف ازاي هعرف اعيش من غيرها. بصله محمود وما كانش عارف يقوله ايه، وبص في ساعته وقال طيب تعالى معايا تلحق اخر شوية في الفرح وغير جوك ده. روح انت يا محمود، انا اسف اني جبتك على ملا وشك، مضطر والله عشان معايا ستات، بس اتكل على الله وما تقولش لسارة دلوقتي عشان اللي في بطنها. ماشي سلام. وخرج من عند صاحبه وهو غضبان باسلوبه الطفولي انه يتمسك ببنت ما تستهلوش، وهو مش عارف يعمل له ايه عشان يخرجه من الاجواء الحزينة دي، وازاي هيبلغ سارة خبر طلاق اخوها. وصل للقاعة مرة تانية ولقاهم قربوا يخلصوا الفرح. لمته فوزية على انه ساب الفرح وكمان سارة. اما جيهان فما حستش بغيابه. راح العرسان لجناحهم في أوضة في الفندق، ورجع محمود وباقي الأسرة للبيت، وكان طول الطريق مكشر وما تكلمش ولا كلمة عن الفرح. ولما وصلوا البيت قالت فوزية مالك يا محمود؟ أنا لازم أعرف أنت مالك وكنت غايب طول الفرح فين؟ وأنا كمان عايزة أعرف. غادة قالت إنك رايح تجيب هاني وجيت من غيره، لو في حاجة حصلت له قولي طمني عليه. بصلهم ولقى غادة بتشاور له بصباعها لأ، لكنه قال هاني طلق نرمين. بصت سارة الفوزية وعملت حاجة غريبة ما خطرتش على بال محمود. قامت بفرحة وزغرتت زغروطة طويلة ومسكت بطنها بعدها وهي بتتألم وقعدت عشان ترتاح. يا مجنونة، الحمد لله ربنا زح عنه، وانا اللي كنت مخبي عليكي عشان ما تزعليش. سارة وكأنها افتكرت حالة اخوها وهو عامل ايه دلوقتي. اكيد مبهدل نفسه عشانها، ما هو كان بيموت فيها.
فعلا هو تعبان قوي. خرجت تليفونها ودخلت اوضتها عشان تكلم اخوها. انا كده اطمنت على اعصاب ابني اللي في بطنها. ضحكت غادة وقالت جوازة وطلاق في ليلة واحدة، كفاية كده عليا قوي، انا داخلة انام. وانا كمان. تصبحي على خير يا امي. وانتوا من اهله يا ولاد.